السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا. الفراخ بتاعتنا اهي تكتاكيت. انا حطيت لهم اللنده في النص كده زي ما قلت لكم. اهي خليتها لهم في الوسط كده المكان اهوت، يا دوب الاكل بيتحط كده معاهم وخلاص. تمام. النهارده اليوم التالت ليهم. برضو ميه بسكر. الميه بسكر بتحطيها بتغيرها لهم يعني 3 مرات في اليوم، شربوا ما شربوش بتغيريها. تمام. عشان ده كمان بيسخن لهم الميه. احنا بقى ايه، مش هنشيل الفرشه ولا هنعمل فيها حاجه علشان احنا في الشتاء طبعا، فمش هينفع نشيلها. لو في الصيف ماشي هنشيلها يوم ويوم، لكن في الشتاء هنزودها، خاصه ان الفرشه نضيفه عامه يعني ايه، مفيش حاجه او حشرات او حاجه، احنا هنزود كده بس. والناس اللي سألت على الاسعار وسأل على انواع الكتكوت كده، حاضر هكتبها لكم وأعلقوا الفيديو ده على الاسعار وكل حاجه. بصوا اهوت، اهم حاجه كده التقلي. هما ايه خايفين بس كده التقلي من الفرشه. تمام. العلف بقى هما كده كده بيناموا فيه. لو العلف ياكلوا، ماما متحطش الاكل ولا الميه تحت اللنده مباشره. تمام. كتكوت بسم الله ما شاء الله اهو. هذا الكتكوت شوفوا بينط على طول، الله اكبر، وبيتعدل بسرعه. خليك قاعد بقى اهدى. بصوا ماسكه رجليه اهو. ده 3 يوم ليهم. كويسين جدا، الله اكبر بسم الله ما شاء الله عليهم يعني. اهم حاجه يكون المكان يا جماعه ضيق. بصوا اهو، يا دوب الاكل والميه، وهم لو هيناموا هنا او بيناموا في طبق العلف برضو. بصوا كده احنا هنبتدي بقى نجيب عسل اسمر وكده ونحطه على الاكل والحاجات، وهوريكم طبعا ازاي. تمام اهو. انا ان شاء الله هبتدي من 5 يوم العسل وهوريكم، هبتدي معاكم. هم خايفين على فكره، مش كاشين او اي حاجه، هم خايفين عشان يعني بصور وكده. بصوا يا جماعه، دولت نوعين مش نوع واحد. لو تلاحظوا حتى في كتكوت اصفر شويه وكتكوت لونه فاتح شويه. يلا بس دي بصوا، ده ابيض اهو هو دوت، والتاني ده اصفر عنه شويه. شايفين بالنور ده، الاصفر دوت غير الابيض. تمام. في نوع فيهم اسمه كب، وفي نوع اسمه روس. يعني ايه كب ويعني ايه روس؟ الكب دوت اللي هو كتكوت بيشيل في الصدر، يعني بيبقى اللحمه بتاعته مزينه في الصدر. تمام. تلاقي الصدر بتاعه طويل كده وكبير. ومن بكره طبعا هنرفع الحاجات ديت، او من 5 يوم برضو. تمام. الكب دوت بيبقى صدره كبير ازاي، اللحم بتاعه بيشيل في الصدر، هو نوعه كده. يعني اللي عايزه تعمل بانيه بقى وبتحب البانيه والحاجات دي وتحب الصدر الكبير تجيب كب. اللي عايزه بقى الوراك اكتر، يعني في فراخ كده تجيبيها بتلاقي الورك بتاعها كبير عن الصدر، دي اسمها روس. تمام. روس ديت بيبقى الورك يعني ميزانها في الورك بيبقى كبير وسمين كده. ده نوع بيشيل في الورك، ونوع بيشيل فين في الصدر. الكب بيشيل في الصدر، اللي عايزه الصدر طويل وكبير تجيب كب. اللي عايزه وراك عفوا، اللي عايزه وراك كبيره وتبقى مليانه تبقى الروس. تمام. يبقى كده عندنا نوعين هما اللي كويسين، ما نجيبش غيرهم. اي نوع تاني ما تجيبش، ما تسمعيش كلام اي حد، لان انا جربت يعني كذا حاجه. الكب جميل جدا جدا يعني، والروز برضو جميل جدا لو الناس بترشح الوراك وحابه الوراك اكتر. الناس مش حابه الوراك تجيب بقى الكب، صدر بيطول معاكي وبيعرض وبيبقى جميل جدا. تمام. السعر بقى، السعر انا جايباه ب26.5. تمام. والعلف برضو ب26. وجايبين التمن الكيلو ب4 جنيه. تمام كده. اللهم صل على رسول الله. في اي اسئله تانية؟ لا صح. تالي يعني واحد سأل تاني.
وتابعوا معايا بقى. انا كل كام يوم كده هصور لكم برضو وهنتابع وهنشوف الموازين مع بعض وكده، وهنغير العلف مع بعض والمية وكل حاجة. بصوا اي سؤال بقى اكتبوله في الكومنتات، والفيديو الجاي هرد عليكم برضو فيه. وعلى فكرة انا ما جبتش اي علاج خالص غير محلول جفاف وميه بسكر. بحط له مره محلول جفاف ومره ميه بسكر. عايزه تحط سكر بس مفيش اي مشكله، عايزه تحط محلول الجفاف مفيش اي مشكله. تمام اهمت يا بنات. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا جايبه 10 كده عشان ايه، انا خلاص يعني حولت يعني شهر 2 ان شاء الله، بس الدكتور لسه محددليش. ادعولي بالله عليكم. فانا ان شاء الله هدبحهم بقى قبل المولد وكده، وافرز في الفريزر علشان نبقى نطلع يعني العيال وكده. طبعا انا ماليش في الابيض اول كام يوم، فيبقى بلدي. فالبلدي طبعا مش هيلحق اللي انا اربي او كده، لانه بيقعد 6 شهور. ماشي. فانا جبت دوت، هطلع منه بقى بانيه، وهطلع منه دبابيس وحاجات، وهنعمل كل ده مع بعض. وان شاء الله هطلعهم. وهنجيب برضو 10 رمضان لو لحقت، يعني ملحقتش بقى ممكن هم اصلا يتموا رمضان، لان انا معايا مكة وتقى صغيرين وانا وجوزي بس. فطبعا مش طول الاسبوع بناكل فراخ، مره لحمه مره سمك كده، يعني ايه الواحد بيشهي، فهي كده يزيد. ولو في صحه بقى وكده هجيب ان شاء الله 10 برضو، هتابعهم معاكم. وهنشوف يعني هنعمل ايه. تمام. يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كده جميله جدا جدا. يعني فرز اول وحلو جدا. بص بقى، وانت بتشتري كده الكتكوت قولوا انا عايزه فرز اول، وتكون جايباه من حد موثوق فيه جدا. تمام. يعني الكتكوت بسم الله، بصي شوفي، يعني انا بقلبه. ايه ده بقى، استنى بس شوف اهو، ما بلحقش اقلب اللي هو معدول. ده فرز اول 100 رجليه من تحت زي ما انتم شايفين كده. مش عارفه باين ولا لا، بس عندي واحد غديت عشان دي عمال يتنطط كده. بصوا تحس ان الرجليه من هنا مليانه شويه، مش معضمه كده. بصوا كويس، يعني ايه كده الفرخ ده كويس جدا كده. يبقى الفرخ بتاعنا كويس وجميل جدا. تمام. طالما بتمسكيه نقطه من على ايدك وبتقلبيه يتعدل في ثانيه، ما كملش الدقيقه. ورجليه مليانه كده، مش رفيعه وناشفه كده. ده فرز اول وجميل جدا. يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي اسئله سيبوها لي في الكومنتات، وهعمل فيديو ان شاء الله باليوم الخامس وهرد عليكم. انا هتابعكم يوم بيوم، واللي عايزه تجيب وهتابع معاها لحظه بلحظه ويوم بيوم، وتحت امركم في اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.